بيلاحظ الراجل ان في قلادة ذهبية في النهر، وبسرعة زميله بيروح يجيب حاجة علشان يطلعوها، لكن الراجل بيمد ايده علشان يجيبها، وفجأة بيلاقي ان في حاجة بتسحبه للنهر، وبيختفي الراجل، وفجأة بيلاقي نفسه بيطلع في مكان تاني خالص، وبيكون محتار جدا. ولما بيطلع للشاطئ بيلاقي غابة قدامه، وبيوصل لقرية وبيكون محتار جدا ومش عارف ايه اللي بيحصل، وبيكون في ناس لابسة هدوم قديمة وبيفكرهم انهم بيصوروا فيلم، وما يعرفش الراجل انه انتقل لعالم تاني. وبيوصل الراجل القلعة وبيطلب منهم انه يقابل المخرج، لكن الحراس بيمنعوه، بيقولوا له انت منين، وبيتظاهر انه هيبلغ رسالة وبيسمحوا له بالدخول. والجنرال بيسحب عليه السيف، لكن بيطلب انه يقابل الملك، وبيكون مش مصدق نفسه وبيدخل يتجادل مع الملك، وبيطلب الملك من الحراس انهم يعدموه، وبيفكر الملك بيهزر وبيطلب انه يدخل الحمام، وبياخدوا واحد من الحرس. ولما بيدخل الحمام بيلاقي ان الحمام قديم جدا، وبيكون قرفان وبيطلع بسرعة، وبياخدوه على ساحة الاعدام، وكل ده مفكر انهم بيصوروا فيلم.